بعض منكم غادي يتساءل ويقول كيفاش هذا عنده الاودي تو حاطها في الكراج ودير هذا العمود الاوتوماتيك اللي كيكون غير في الزناقي وفي الشوارع. علاش واحد حاط الطوموبيل ديالو في الكراج ومخلوع؟ الكراج كيتحل بسهوله، الطوموبيل كتحل بسهوله باش تخرجها. ولكن الا درتي هذا العمود الاوتوماتيكي صعيب انك تخرج الطوموبيل، ما عندك دير لها، خصك تقسم على جوج، ما يمكنش. والا غتكون انت شي نابغه اللي غادي تحل هذا الشيء بالكمبيوتر وتهبط هذاك العمود. فمؤخرا ولاو الاكثريه كيديروا هذا التركيب ديال هذا العمود اللي غيكلف تقريبا واحد 3 المليون، كيوصل حتى 800 المليون، لان الطوموبيلات ولاو كيتشفروا بزاف، كيتشفروا كيقول كل 5 دقائق ولا كل 10 دقائق كتشفر الطوموبيله في الانجليز. فمؤخرا كيقولوا الارقام ان 130 الف سياره اللي تشفرات. فالناس صافي ما بقاوش قادين. حتى التامين ولا غالي بزاف. دابا انا مثلا في سيشيليا باغي ندير تامين ديال السياره، خاصني تقريبا واحد المليون و200 ولا مليون و300 باش ندير التامين ديال السياره. والنتيجه كيف كتشوفوا النهائيه هي هذه، والطوموبيل ما تخرجش من الكراج واخا ما عرفت شنو يديروا، كلشي بالتليفون.